ركزي معايا يا خايبة منك ليها. انتي فاكراه لما يقولك هفكر وارد عليكي انه بيفكر فعلا؟ ده بيفكر يهرب من الشباك يا خايبة. ولا لما يقولك انتي تستاهلي حد احسن مني، فاكرة كده انه بيقدرك؟ ده بيخلع بجلده عشان لقى السنارة غمزت في حتة تانية. أنا قررت أفتح لكم سلسلة فيديوهات مترجم جمل الحبيبة مع تيتا سوسو. هعلمك ازاي تقري اللي بين السطور وتعرفي الكلمة ومعناها، عشان ما يضحكش عليك بكلمتين شربات وهم أصلا مية مخلل. استنوني في السلسلة الجديدة، واللي مش هتعمل متابعة هيفوتها نص عمرها وهي بتغرق في شبر مية. يلا يا بيت، الزيتونة عندي والحيرة عند غيري. اسمعي يا معكوسة منك ليها، لما المحروس يقولك أنا مش جاهز للجواز دلوقتي، مترجمتي ده بيقولك إيه؟ معناها إنه جاهز جدا وعارف مكان القاعة وطقم الشربات، بس مش ليكي انتي يا روح تيتا. هو قصده أنا مش جاهز أتجوزك انتي، لكن لو شاف واحدة تانية بكرة الصبح هيروح يبيع اللي وراه واللي قدامه ويجيب لها الشبكة. لمي كرامتك يا دنايا وامشي بدل ما تستني لما يجهز على قفاكي. لما يقولك يا حبيبتي انتي ملاك وتستاهلي حد احسن مني، مترجمتي بيقولك ايه؟ معناها انا عملت مصيبة ومنيلها بنيلة وخيفتك تشفيها فبخلع بكرامتي. ده مش تواضع يا خايبة، ده انسحابتك تيجي. هو عارف انه توك توك وانتي مرسيدس، فبيقولك انزلي قبل ما الموتور يفرقع في وشك. قولي له فعلا عندك حق واجري بسرعة. لما تلاقيه فجأة بيقولك انت متغيرة معايا ليه وما بقيتيش تحبيني، مترجم تيتا بيقولك ايه؟ دي معناها ان هي خطة قلب الترابيزة. هو اللي مقصر وهو اللي ما بيسألش، بس بيعمل هجوم مفاجئ عشان تدافع عن نفسك وتفضل تقولي له لا والله ده انا بحبك، وتنسي اصلا انه هو اللي غلطان. ده ثعلب مكر يا لوزة. قولي له ايوه متغيرة عشان انت بقيت بارد، واقلبي عليه الترابيزة. لما يبعتلك هكلمك كمان شوية ويختفي. مترجم تيتا بيقولك ايه؟ كمان شوية عندي الرجالة، دي معناها لما يخلص ماتش الكورة ويخرج مع اصحابه ويشحن الباقة ويفتكر انه مرتبط اصلا. ده لو ما كلمكيش بعد 3 ايام يبقى كتر خير. ما تقعدش جنب التليفون قاعدة مستنية زي الأرملة. قومي يا حبيبتي شوفي نفسك ودلعيها أفياد لك. لما تلاقيه طول الوقت بيقولك ماما جابت، ماما قالت، ماما اللي اختارت لي القميص ده، مترجم تيتا بيقولك دي معناها ايه؟ معناها اجري يا بت وعينك ما تشوف الا النور. ده لو اتجوزتي حماتك هي اللي هتختار لون السجاد ولون البياض ونوع الدون اللي هتغسلوا بيه. ابن ماما ده خليه يا حبيبتي يروح يقعد جنب ماما بقية حياته بعيد عننا، ما ينفعناش. لما يقولك انا بموت في البنت اللي ما بتستخدمش مكياج وبتحب الطبيعة، مترجم تيتا بيقولك ايه؟ دي شفرة انا بخيل ومش عاوز ادفع مليم في كوافير ولا ميك اب ارتيست. هو عاوزك كده على المحارة عشان يوفر تمن الهدايا. اطلبي منه كده طقم مكياج ماركة وشوفي وشه هيقلب الوان ازاي. لما يمثل دور الضحية ويقولك ظروفي صعبة ومش عاوز أظلمك معايا، مترجمتي ده بيقولك إيه؟ معناها أنا ناوي أظلمك فعلا، بس بمهدلك الطريق عشان لما أغدر بيكي ما تقوليش عليا شرير وتقولي ده ضحى بيا عشان مصلحتي. مصلحتك انك تسيبيه فورا وتتفرجي على توم وجيري، ارحم لك من النكد ده. لما يقولك ياه ده انتي غالية عليا قوي زي اختي، مترجمتي ده بيقولك ايه؟ معناها انتي طيبة وبتسمعي مشاكلي وبتحلي لي ازماتي وبتسلفيني فلوس، بس انا عيني على صاحبتك سوزي وعاوزك توفقينا لبعض.
دي منطقة الأخوة يا موجوسة، يعني مفيش دبلة، مفيش شبكة، في عظم الله أجرك. لما يقولك انتي إنسانة هايلة بس خلينا أصحاب أحسن عشان ما نخسرش بعض، وترجمتي ده بيقولك معناها ايه؟ معناها خليكي استبن مركونة على جنب، لما الدنيا تضلم في وشي وملقاش حد يكلمني ارجع اكلمك انتي، اتسلى بيكي شوية. صاحبك في الواتس ولا خطيبك عالكوشة؟ اطلعي من السكة دي يا بيت، دي سكة مش حلوة. لما يختفي يومين ويقولك أصل الشحن باظ والتليفون فاصل، مترجمتها بيقولك دي معناها ايه؟ معناها كنت فاتح ويتنج مع حد تاني والشحن جنبي والنت طالقة. مفيش تليفون بيفصل في الزمن ده إلا إذا كان صاحبه مات، وهو قاعد قدامك اهو زي القرد. بلوك يا لوزة والقلب دعيلك.